شوفوا غادي نحلل معكم واحد الفيديو خطير جدا، يعني درجه الخطوره تاعو على بالي كاين الناس بزاف ما يتصوروهاش، لكن قسما بالله العظيم نحن في خطر، في خطر، لانه الفكره اخطر 1000 مره من الرصاصه. اسمع مليح نقولها كيموت اي انسان، وخاصه هذو الناس اللي فاسدين، خاصه الناس الفاسدين. على من راه؟ هو على الفنانين عامة، وهنا بالأخص راه يحكي على الفنانة العظيمة المرحومة بيونة. خراي لا يعبأ به الكون ولا البشرية ولا العالم ولا الأرض ولا الجزائر، ولا مريح في طوموبيل في قنيته هكا مريح، فاهم ولا لا؟ ويسربي في الأحكام المفسدين، فاهمني ولا لا؟ لأنه هو صالح. دوك نزيدو نسمعوا. ما تجيش تقول لي ترحم عليه وكذا واذكروا محاسن موتاكم. انا شخصيا مش حتى محاسن، اذا عندكم محاسن وروهم لنا. انا دوك نجبد لك الفيديوهات كامل، غير السب، غير الكفر، يعني غير كلام سوقي، نشر الرذيله، نشر الفسق، محاربه الاسلام. هذا واش كاين؟ هاد الفنانين هادو، وبالاخص راه يحكي على المرحومه بيونه، تغرهم الدنيا ويغرهم الاموال وتغرهم الشهره في الحياه، فهمني ولا لا؟ كيشغل هو راه عابد في صومعته، او راهب زاهد هائم على وجه البيداء، راك فاهمني، يناجي الله سبحانه وتعالى. فهمتوا الفكره ولا ما فهمتوش؟ الفنانين هادو راهم على بالك لهتهم الدنيا وكل شيء، هو لا دار فيها نايك ومريح في طوموبيل وكل شيء، راك فاهم ولا؟ خراي مريح هكا في قنت، راك فاهمني ولا لا؟ ويلقي في الاحكام في الناس، فهمني؟ الناس هذوك الفنانين فاسدين وغرتهم الدنيا وغرتهم الشهره وغرهم الاموال وكل شيء، وهو راهب في صومعته، متعبد زاهد عن الدنيا وعن كيسموه. شفتوا القوه تاع الافكار والقوه تاع الكلمه. هذا ارهاب فكري. هذا ما كاينش غير السلاح، هذا ما كان جماعه. وحنا هضرنا وقلنا ولونسينا لاليرت في يوم من الايام. حنا الوحيدين، قلت لك حنا الوحيدين، الشعب اللي قادر تنحشلنا، يعني نقدر اننا نلدغ من الجحر مرتين، فهمني ولا؟ خطر ناشدنا السلطات وهضرنا ولونسينا لاليرت والانذارات وقلنا يا ودي يا جماعه لازم قانون يجرم التكفير. والو التكفير والفتوى، وراك فاهم، واستعاده الخطاب الديني. يعني قلنا باللي الدوله الجزائريه لازم تستعد الخطاب الديني. تم منعه في السوشيال ميديا، ما كان ما تخربش في الدين تاعها. نزيدو نسمعوا. الناس ما يديش عبره من الموت. هذوما الفنانين هذوما كيكون في الحياه تغروا الدنيا، تغروا الشهره، ويغروه الاموال. تلقاه يعني انسان مفسد في المجتمع. شكون يهضر معاهم هادو؟ هذا هو السؤال بمليون دولار. شكون اللي يحكي معاهم؟ يهضر بالدين باللحيه، شكون يهضر معاهم؟ تروح تشتكي به نتايا. كاش قانون، فاهمني ولا لا؟ كاش اللي يقدر يدينو، فاهمني ولا لا؟ يهضروا هاد الهضره نورمال في السوشيال ميديا بدون حسيب وبدون رقيب وبدون، عادي جدا. روح هضر معاه انت، داير اللحيه السوري، يهضر بقال الله قال الرسول، تحكي معاه نتايا. تقدر تنتقده ولا تقدر تشارعه ولا تقدر كاش حاجه ولا ما تبقاش. عليها نقول لكم باللي العرف في المجتمع تاعنا اقوى من القانون. الظاهر اقوى من القانون. اذا راني نقول لكم قبل ما يطيح الفاس في الراس يجب تجريم التكفير، ويجب تجريم الخطابات الاقصائيه. شوف، ما عندناش حل. هذه الحاجه اللي ما بغيتوش تفهموها، ما عندناش حل. كاش حل اخر؟ كاش زعما قال لا ما نجرموهمش لكن لقاو حل؟ ما كانش لازم التجريم بقوه القانون. سينو قسما بالله العظيم غير خلصوها غاليه شعبا ودوله، كما اللي خلصناها في التسعينات. درت ما فيكم حكيت.